يلا نعمل مع بعض الحواوشي زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا مش هنشتري حواوشي من بره وما نعرفش اللحمه مصدرها ايه ولا فارمين ايه على ايه. زي ما انتم ما شايفين طبعا، وهقول لكم سر الحواوشي القمر دوت ازاي، مع سلطه الطماطم وشويه سلطه طحينه وبطاطس محمره في الجو اللي احنا فيه ده. عسل قوي. زي ما انتم ما شايفين كده طبعا. شايفين، بصوا انا فتحت لكم الحواوشي من جوه. انا كان عندي الجبنه الموتزاريلا شويه قليله جدا، فما كانش عندي بزياده يعني. شايفين التجزيعه اللي على الحواوشي دي زي اللي في المحلات بالظبط. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا كيلو لحمة مفرومة وفيها نسبة دهن بسيط، وكيلو بصل، وقرنين فلفل سبايسي، وشوية بقدونس. التوابل هنا توم باودر، بصل باودر، حبهان مطحون، فلفل اسود، السبع بهارات، بهارات لحمة. تمام. بصوا فيها نسبة دهن بسيط. حابة تحطي معاها ليا مفرومة حطي، بس انا ما حطيتش بصراحة. هنا هنقطع البصل بتاعنا في الكبة وهنضربه، هننعمه جامد جدا. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا حطينا اللحمه وهنفضي التوابل عليها، وهنفضي شويه البقدونس دولت، يعني ما تكتريش بقدونس. بصوا انا ضربت البصل. طبعا هنصفي البصل دوت من الميه بتاعته، لو حطيناه هيعمل ميه في قلب العيش معانا. لا، صفي البصل جامد جدا زي ما انتم ما شايفين كده. انا حبيت بس اوريكم كده في الاول انا بعمل ايه، وبعدين انا هصفي البصل وهرجع لكم تاني. تمام. لازم نصفي البصل دوت من المية بتاعته كويس قوي. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا انا صفيته طبعا، انا خلصت. مية البصل بتاعتنا دي انا مش هرميها، انا هشيلها لاني هحتاجها في اي حاجة انا هعملها تاني. يعني هشيلها في الفريزر وهبقى اقطع منها حتة حتة وهحطها. طبعا هنا حطينا معلقة وربع بيكنج باودر، وحطينا خلطة الحواوشي. الكيس دوت بياخد كيلو من اللحمة. طبعا انا فضيته كله لان بياخد كيلو من اللحمة. طبعا في المرحلة دي بقى لازم تعجني كويس قوي كده، وتقلبي المكونات كلها ببعضها عشان خاطر بصي شايفة، تحسي ان هي مفتلة كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك. طبعا هحط هنا بقى ايه 3 معالق سمنة بلدي، وهنقلبهم ايه برضو ايه كويس. بعد ما هنقلب المكونات بتاعتنا دي ماشي، هنجيب بقى العيش بتاعنا. وبعد ما هنجيب العيش بتاعنا هنقدر ان احنا نعبي الحواوشي بتاعنا. طبعا الكيلو لحمة دوت مع الكيلو بصل عمل 14 رغيف. بس كان الرغيف بسم الله ما شاء الله مليان. طول ما انتي واقفة سمي الله واذكري الله كده، الحاجة هتطلع معاكي زي العسل. طبعا شايفين، بصوا يعني انا حاطة في الرغيف كتير. نوع الجبنة دي بقى طبيعية 100%، وبتمط مطة رهيبة. طبعا انا ما كانش عندي الا شوية صغيرة جدا، فحاولت ان انا ايه اوزعهم بس على كام رغيف كده. وهنا كنا خلصنا طبعا الحواوشي بتاعنا. حابه بقى تحطيه في الفرن حطيه، بس انا بقى هقليه قصادكم كده على البوتاجاز من فوق. طبعا حطينا معلقتين سمنه زي ما انتم ما شايفين في الجريل بتاعنا. وهبدا ان انا ايه هنزل الرغيفين بتوعنا وهغطيهم. بصوا خدوا وش هنقلب. شايفين التجزيعه زي اللي بيتباع في المحلات. يا جماعه وفروا واعملوا الحاجه في البيت، بلاش تشتروها من بره، ما نعرفش مصدر اللحمه ايه. وزي ما انتم شايفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.